في غابة جميلة في أول فصل الربيع، كانت العصافير تزقزق بفرح، والورود تتفتح وتملأ المكان بألوانها الزاهية. وفي ظل الأشجار كانت الغزالة الأم نائمة بهدوء تحتضن صغيريها بحنان. لكن في طرف آخر من الغابة استيقظ الصياد كعادته كل صباح. كان قويا يخشاه كل من في الغابة، ويسرع إلى الأشجار بحثا عن فريسة جديدة، وهو ينادي بصوت عال: أنا قادم أيتها الغزالة. سمعت الغزالة ذاك الصوت فخافت وهربت، فبدأ الصياد يجري خلفها دون رحمة، فوقعت في شباكه وتعلقت رجلها بالحبال. اقترب الصياد منها وهو يحمل سكينا، والغزالة تصدر أصواتا حزينة. وفجأة ظهر شخص من بعيد بنور وجهه وهيبته الطيبة، ثم قال للصياد بشكل لطيف: السلام عليكم، أراك أمسكت غزالة أما من الغابة. نعم، هذه فريستي. من أنت وماذا تريد؟ هل تعلم أن لهذه الغزالة صغيران ينتظرانها؟ ومن أين أتيت بهذا الكلام؟ دعها تعود لترى صغارها، وأنا أضمن لك أن تعود إليك. ضمن الإمام الرضا عليه السلام ذهاب الغزالة للقاء أولادها وعودتها، فأسرعت الغزالة بسرعة إلى صغارها، حضنتهم بمحبة ولعبت معهم قليلا، وودعتهم بحزن شديد، وغادرت عائدة نحو الإمام كما وعدت. وحقا عادت الغزالة وارتمت بين يدي الإمام تعانقه بثقة وامتنان، بينما وقف الصياد مندهشا: كيف عادت؟ كيف؟ قال في نفسه: من هذا الرجل؟ من يملك هذا النبل وهذا التأثير؟ ثم عرف الحقيقة، إنه ليس شخصا عاديا، إنه ضامن الجنة، إنه علي بن موسى الرضا عليه السلام.